ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده حرفيا يا جماعه عندنا مواجهه مجنونه جدا جدا بين اتنين مجانين حرفيا، وهما اكتر سترايكر مجنون تقريبا في اليو اف سي، شون ستريكلاند ضد جرابلر مجنون تماما وقوي جدا جدا، وهو طبعا حمزه شمايف غني عن التعريف. شفت السجع يا صديقي اللي بعمله لك في الفيديوهات؟ فقبل ما ابدا في تحليل الماتش ونشوف مين فيهم اللي هيكسب واقول لك على ميعاد الماتش وكل حاجه، ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وبس كده. يلا بينا نخش في الفيديو يا صديقي. الماتش يا صديقي هيكون بتاريخ 9 مايو، يعني بالظبط بعد شهر تقريبا من دلوقتي. شوف انا جيت لك بدري ازاي، وهقول لك على كل اللي هيحصل في الماتش وكمان مين اللي هيكسب. حرفيا الماتش ده يا صاحبي متوقع ان هو يكون من اقوى الماتشات اللي هتحصل السنه دي في 2026، وانا بصراحه متشوق للماتش ده اكتر بكتير من حدث البيت الابيض. فبس كده يلا بينا نحلل الاثنين المقاتلين، نقط قوتهم ونقط ضعفهم، وبعد كده نشوف في المواجهه المباشره ما بينهم مين فيهم ممكن يكسب. هنبدا مع بعض يا صديقي بالمجنون اللي كلنا بنحبه، حمزه شمايف. حمزه شمايف يا صديقي من كتر ما هو قوي جدا، من اول ما دخل اليو اف سي ما خسرش ولا مره، عنده 13 فوز من غير ولا هزيمه من غير ولا تعادل، وده حرفيا ريكورد يا صديقي او سجل احترافي يخلي اي خصم مهما كانت قوه الخصم ده يفكر 1000 مره قبل ما يخش الكيدج ضده. اخر ماتش يا صديقي لحمزه شمايف كان ضد الاسطوره كامارو عثمان. حمزه كان مسيطر اغلب الماتش وكسب بقرار الحكام. ولو ما تعرفش يا صديقي فكامارو عثمان ده خصم قوي جدا جدا جدا، فان حمزه يسيطر عليه ويكسبه دي مش اي حاجه سهله، والفوز ده ضاف كتير جدا جدا لحمزه شمايف يا صديقي. تعالى بقى نبص على نقط قوه حمزه شمايف. طبعا كلنا عارفين يا صديقي ان قوه حمزه شمايف هي المصارعه القويه جدا جدا بتاعته. حرفيا يا صديقي كل الخصوم بتاعت حمزه شمايف محدش فيهم قدر يقف خالص قدام المصارعه بتاعت حمزه شمايف. وتاني ميزه عند حمزه شمايف يا صديقي هو الضغط الرهيب اللي بيعمله على الخصم من اول دقيقه حرفيا، يعني بيخش الماتش يا صاحبي وحاطط في دماغه ان هو يخلص عليك من اول دقيقه، وشوف بقى انت هتسد قدام الضغط والمصارعه الرهيبه دي لحد امتى. وحمزه شمايف يا صديقي مش بيقف هنا بس، ده كمان عنده ضربات قويه جدا جدا في الاسترايكنج. بس برضه يا صديقي مفيش فايتر كامل ومفيش انسان كامل عامه. النقط ضعف حمزه شمايف يا صديقي اولهم هي ان هو بيخلص مخزون الطاقه اللي عنده بسرعه جدا جدا جدا، يعني لو لازم الامر ان هو يكمل الخمس جولات ال 25 دقيقه الوضع بيكون صعب جدا جدا على حمزه شمايف يا صديقي. وفي مشكله تانية يا صديقي هتواجه حمزه شمايف بالذات في الماتش ضد شون ستريكلاند، ان اصلا حمزه شمايف خبرته قدام الاسترايكرز الكبار او الاقوياء في الاسترايكنج قليله جدا وتعتبر محدوده جدا كمان. هنخش بقى يا صديقي على المجنون التاني اللي عندنا وهو شون ستريكلاند. شون ستريكلاند يا صديقي عنده سجل احترافي حوالي 28 فوز وخمس هزايم، ولكن هو فارق عن حمزه في حته الخبره قوي قوي قوي. اخر ماتش يا صديقي لشون ستريكلاند كان ضد ديركوس ديبلوسيه في اليو اف سي 297 يا صديقي، وخسر يا صديقي شون ستريكلاند بقرار الحكام مع ان الماتش كان قريب جدا جدا جدا. يلا بقى يا صديقي نخش على نقطه قوه شون ستريكلاند. نقطه قوه المحاضره من شون ستريكلاند يا صديقي هي الذكاء والهدوء بتاعه في الماتش، وكمان الاسترايكنج بتاعه قوي جدا ونضيف جدا جدا جدا، وضيف على كده ان هو عنده قراءه ممتازه جدا للخصم. وعلى نقيض حمزه شمايف يا صديقي ان شون ستريكلاند بيقدر ان هو يكمل الخمس جولات بنفس الريتم او بنفس القوه اللي هو كان فيها، فدي نقطه قوه تحسب له على حمزه شمايف. ولكن برضه تعال نخش على نقطه الضعف بتاعته، وهو ان دفاعه قليل شويه او مش احسن حاجه ضد المصارعين، واسلوبه مباشر جدا جدا بيعتمد على الجبات الكتيره، وغالبا مش بيبقى عنده بوتنشال ان هو يلعب نوك اوت كتير اثناء الماتش. فببساطه كده مين فيهم اللي ممكن يكسب يا صديقي لو حطيناهم قدام بعض بعد ما قلنا وحللنا اسلوب كل واحد فيهم؟ اللي هيفرض اسلوبه يا صديقي الاول هو اللي هيقدر يكسب. يعني لو حمزه قدر ان هو يمسك شون ستريكلاند وينزله الارض، حمزه هيبقى مسيطر على الماتش كله. ولكن لو شون ستريكلاند قدر ان هو يمنع او يدافع ضد المصارعه بتاعه حمزه شمايف، الماتش هيبقى لصالحه بشكل كبير جدا جدا. ولو برضه شون ستريكلاند يا صديقي قرر ان هو يخلي الماتش يكمل لاخر جوله وقدر ان هو يعمل كده فعلا، اظن ان هو هيبقى عنده نقطه قوه كبيره جدا جدا جدا. هتسألني انا اتوقع مين فيهم يكسب؟ طبعا انا عايز مين يكسب مثلا؟ طبعا انا عايز حمزة شمايف يكسب. وانت كمان اكتب لي رايك تحت في التعليقات. وبس كده قبل ما نقفل ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، وسلام.